السلام عليكم ورحمة الله. إقبال كبير على تذاكر ودية في مباراة المغرب والبرازيل. شهدت الساعات الأولى من عملية بيع التذاكر الخاصة بالمواجهة الودية المنتظرة بين المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم ونظيره البرازيلي إقبالا كبيرا من الجمهور المغربي، وذلك منذ اللحظة الأولى لعملية البيع التي انطلقت يوم الخميس. وعلمت منابر إعلامية من مصدر مطلع أن طلبات الجمهور المغربي لشراء التذاكر انهالت بأعداد كبيرة على الموقع الخاص بعملية البيع، حيث نجحت أعداد كبيرة من الجماهير في باقتناء تذكرتها، في حين وجدت في أعارض صعوبة في شراء التذاكر بسبب الضغط الكبير على الموقع. وأوضح المصدر نفسه أن مباراة المنتخب الوطني المغربي وراقصي السامبا ينتظر أن تدور بشبابيك مغلقة، إذ من المؤكد أن يتم بيع جميع التذاكر المخصصة لهذه المباراة التي تعتبر بمثابة الظهور الأول لأسود الأطلس بعد الإنجاز التاريخي في النسخة الأخيرة من نهائيات كأس العالم قطر 2022. وحسب المصدر ذاته فإن المنتخب المغربي سيكون حاضرا بجميع نجومه في هذا اللقاء، وهو اتفاق مسبق بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واتحاد الكرة البرازيلي، باستثناء الغيابات الاضطرارية على غرار الإصابة التي ستحرم النجم البرازيلي نيمار من المشاركة في هذا اللقاء. يشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي سيلاقي في البرازيل وديا في 25 من مارس الجاري على أرضية الملعب الكبير بطنجة، على أن يواجه بيرو في 28 من الشهر نفسه على أرضية ملعب متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد في ثاني لقاء ودي له. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.